كنت واقفة خايفة قوي قدام حماتي، وساعتها قلت لها ما يصحش اللي احنا هنعمله ده يا ماما. انا خايفة جدا، ما ينفعش ناخد حفيدك ونعمل فيه كده. لقيتها بتقولي انت لازم تسمعي كلامي، ولا انت كمان هتخرجي بره توعي وهتعصيني. ساعتها قلت لها ما اقدرش اعمل كده، انت عارفة ان انا بحبك وما اقدرش ازعلك ابدا، بس انا خايفة من اللي احنا هنعمله. لقيتها بتقولي اسمعي الكلام واطلعي وخلصي. وطلعت انا وحماتي عند دور سلفتي، وبدأت افتح بالمفتاح اللي معايا. وساعتها كنت خايفة مرعوبة، لكني دخلت الشقة بتاعتها وكنت عارفة إن سلفتي نايمة. وفي الوقت ده دخلت وأخدت الولد، وبسرعة جدا طلعت عند حماتي ولقيتها بتقولي كويس إن انتي جبتيه، ده شكله حلو قوي، خسارة فيه اللي أنا هعمله. وقتها كنت خايفة جدا، وساعتها قلت لها بلاش تعملي كده، ده مهما كان حتة منك. لقيتها بتقولي مالكيش دعوة، هتيجي معايا ولا أروح لوحدي؟ قلت لها لا، هاجي معاكي طبعا. وفعلا ساعتها رحت معاها، بس ساعتها كنت خايفة جدا، ومن كتر الرعب ما بقتش قادرة استحمل. في الوقت ده كنت معاها في العربية، وساعتها قلت لها انا عايزاكي تكتبي لي اللي قلتي لي عليه قبل ما نوصل للمقابر. لقيتها بتقولي انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ قلت لها ما اعرفش بقى، ادينا واقفين في حتة مقطوعة، وانا عندي استعداد اسيبك هنا انت والعيل الصغير ده لو ما سمعتيش كلامي. لقيتها بتقولي بتهدديني بعد ما كنتي عاملة حبيبتي؟ طب اتفرجي بقى عليا انا هعمل فيكي ايه. تعرفي بقى ان انا مسجله لك كل كلمه كنت بتتكلميها معايا، وكمان مسجله لك ان انت شاركتي في كل حاجه، وان انت اصلا سرقتي المفتاح بتاع سلفتك، وان انت اللي خططتي وعملتي كل حاجه. ساعتها خفت جدا منها، وعرفت انها هتوديني في داهيه، بس في نفس الوقت كنت ماشيه بالعربيه وكنت حاسه ان دماغي هتنفجر، لانها خلت بكلامها معايا وكمان غدرت بيا، وانا هطلع الخسرانه في كل ده. وفي الوقت ده كنت بخطط ازاي انتقم منها. فكرت ان انا ارميها من العربية واعمل نفسي ما شفتهاش ولا كنت معاها، بس في الوقت ده برضه خفت. سبتها لما راحت المقابر، وساعتها بعت رسالة لابنها اللي كان في شغل. حتى جوزي بعت له رسالة علشان يجوا يشوفوها ويعرفوا هي هتعمل ايه كويس قوي. وقفت قدامها في المقابر وكأني ما عملتش حاجة، لكنها وقتها كانت بتحفر بإيديها علشان تدفن الولد الصغير، هتدفنه حي عشان تنتقم من أمه وأبوه. وساعتها أنا برضو اترعبت، ما كنتش متصورة إن واحدة تعمل في حفيدها كده اللي الست دي تعمله. وساعتها قلت لها كفاية، أنا مش هسيبك تعملي كده، سيبيني. ومسكت الولد وكنت ماسكة فيه كويس قوي، لكني لقيتها زقتني على الحفرة اللي هي عاملاها، ووقعت فيها أنا والولد الصغير. وحصل بعد كده اللي عمري ما كنت أصدقه ولا توقعه ولا أعرف إن دي النهاية. والحكاية بدأت وأنا قاعدة بكتب لحماتي وبقول لها 2 كيلو لحمة، وكمان كيلو بزلة، وكمان 2 كيلو ملوخية. عايزة ايه تاني؟ ده غير ان انا هجيب دقيق ورز ومكرونة. عايزة حاجة تانية يا حماتي؟ لقيتها بتقولي عايزين لبن ولحمة مفرومة علشان تعملي مكرونة بشاميل. انا عايزة العزومة كلها تعجب كل اللي قاعدين. ساعتها قلت لها بس كله بتمنه، اديني النهارده هتعب اهو هشقى، بس كله عشان خاطر عيونك يا جميل. لقيتها بتقولي يا بت انت صاحبتي، مش مجرد مرات ابني وبس. عينيا ليكي واللي انت عايزاه انا هديهولك، يلا روحي هاتي الحاجه ما تتاخريش. وفي الوقت ده فعلا نزلت عشان اجيب الحاجه لحماتي، بس المفاجاه بقى ان وانا ماشيه في الشارع ساعتها قابلت سيف اللي كنت بحبه من سنتين. وساعتها لقيته بيقولي احلاوتي قوي، ايه الجمال ده كله؟ انا ما كنتش متصور ان بعد ما تسيبيني يا غاده هتبقي بالجمال ده. قلت له انت مالك ومالي؟ عيب ان انت تكلمني وانا ماشيه في الشارع، انا ست متجوزه، وانت كمان خلاص ربنا كرمك واتجوزت. بس انا بقى مبسوطه في حياتي، وانا متاكده ان انت عمرك ما هتكون سعيد في حياتك. لقيته بيقولي طبعا، وهكون بس سعيد ازاي وانا بعيده عنك؟ انت عارفه ان انا بحبك وسبتك وانا بحبك، سبتك غصب عني. قلت له بس يا كداب، لسه هتكدب مره تانية؟ اي نعم دلوقتي السبب ما بقاش يهمني، بس برضه ما احبش ان انت تكذب قدامي وتعمل نفسك ضحيه، وهتعمل نفسك ضحيه امك اللي خلتك ما تتجوزنيش. انت كنت السبب، لو كنت راجل كنت حافظت عليا وكنت اتجوزتني. بس عادي، ادي ربنا كرمني وعوضني باللي احسن منك. لقيته بيقولي كدابه، انت عمرك ما كنت سعيده مع جوزك وانا متاكد من كده. قلت له مالكش دعوه، خليك في نفسك انت،
انت عمرك ما هتكون مرتاح، وانا عمري ما هبطل ادعي عليك. مشيت ساعتها وكملت طريقي، لكني مستغربة جدا ازاي القدر جمعني بيه مرة تانية. ده انا بقالي اكتر من سنتين وانا ما شفتهوش، بعد ما باعني وخلي بيا وراح اتجوز واحدة تانية علشان خاطر تحكمات امه. في الوقت ده افتكرت الطلبات اللي طلبتها مني حماتي، طلعت الورقة ساعتها عشان ما انساش حاجة، وجبت كل الحاجات من الماركت. ساعتها ما كنتش عارفة اشيله من راسي، واتفاجئت قوي ان جه على بالي بعد السنين دي كلها، وازاي الصدفة جمعتنا. كان لازم وقتها اركز في حياتي اللي اتكتبت عليا، وكان لازم اكملها. وفي الوقت ده كنت جبت كل الحاجة اللي قالت عليها حماتي، ورحت عندها البيت وبدأت اعمل الاكل. وساعتها لقيتها بتقولي برافو عليكي، ده انتي بسرعة جدا هتخلصي. انا مطمنة وواثقة فيكي ان انتي هتعملي الاكل حلو قوي، وان شاء الله هيعجبهم كلهم. انا معرفش قلبي ليه بيدق بسرعة كده. قلت لها لا، خلي بالك على صحتك، ده انتي عاملة كل العزومة دي عشان تصالحي ابنك، يبقى لازم تبقي كويسة علشان تبقي قدها. لقيتها بتقولي ربنا يستر وما يجيبش مراته معاه. قلت لها سلفتي دي على قد ما لسانها طويل، على قد ما انا حاسه كده انها غلبانه، وانها مش بتاعت مشاكل، وان انتي ممكن تكوني فهمتيها غلط. لقيتها بتقولي اوعي تقولي كده مره تانية، دي غلطت فيا وشتمتني. هو في برضو واحده تشتم حماتها بالطريقه دي؟ الا لو كانت قليله الادب ومتربتش. قلت لها انا بصراحه كده هقول رايي بكل امانه، لازم مرات الابن تحترم حماتها وتسمع كلامها، وعادي يعني لو خدمتها او عملت لها حاجه كلها يقعد لها في دنيتها. اما بقى واجب الحما انها برضو تعامل مرات ابنها كويس قوي، وبرضو تتقي الله فيها، لان كل واحد هيتحاسب على عمله. لو كل واحد خاف من ربنا وخاف من عقابه، صدقيني يا حماتي كلنا هنبقى كويسين. اللي يخلينا نكسب بعض هو الكلمة الحلوة والمساعدة والمعاملة الطيبة. لقيتها بتقولي ربنا يكرمك يا غادة، ربنا يديكي كل اللي انت عايزاه، وافرح بالنونو بتاعك ويراضي قلبك، واشوفك كده سعيدة مع ابني ومبسوطة، علشان انتي غيرها خالص. في الوقت ده خلصت كل العزومة وحطينا الأكل، وفي الوقت ده جه سيلفي اللي المفروض هيصالح أمه، وأنا كنت قاعدة أنا وجوزي وكمان أخت جوزي. وفي الوقت ده اتفاجئنا إن سلفتي جت معاه، وساعتها طبعا كنا كلنا مصدومين لأن حماتي ما كانتش طايقاها. ساعتها قربت منها وقلت لها بقولك إيه يا ماما، لايم الدور النهاردة، يمكن هي جاية تصالحك، معلش بقى طالما جاتلك لحد بيتك. لقيتها بتقولي حاضر حاضر هسمع كلامك. وساعتها قرب سيلفي من امه وبس ايديها ورجليها وقال لها حقك عليا يا امي، ربنا يخليكي لينا وما يحرمنيش منك ابدا. انا كمان جايه اقولك على قرار، انا هاخد الشقه اللي فوق وهسكن فيها، اظن ان انت هتحبي كده. ساعتها حماتي من فرحتها ان هو صالحها وافقت انها تديله شقه في البيت وان هو يسكن معانا. وفي الوقت ده لقينا سلفتي فاجأتنا بحاجه غريبه عمرنا ما كنا نتوقعها كلنا. وده لما لقيناها بتقول طب وانا بقى مش هتسلم عليا وتبوسني عشان خاطر المفاجأة دي، وان انتوا خلاص اتصالحتوا. وقتها قرب منها وحضنها، قالت له لا مش كده، مش هو ده اللي انا عايزاه. ساعتها اتفاجئنا بسيلفي بيبوس ايديها وقرب منها كمان عشان يبوس رجلها، وده كان قدامنا كلنا. حماتي وقتها صرخت قدامنا والدموع بدأت تنزل منها، وساعتها حسينا انها قلبها يقف، وفعلا اغمى عليها. وساعتها لقيت جوزي بيقول له اطلع بره انت ومراتك، عايز تموت امك؟ منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا واحد من الناس مش مسامحك، انا امي لو جرى لها حاجه مش هسيبك، وحسابي هيكون معاك، امشي يلا اطلع بره من هنا، امشي. وفي الوقت ده سيلفي اخد مراته ومشي، واحنا ساعتها طبعا نقلناها المستشفى. عرفنا وقتها ان عندها جلطه، وده طبعا من كتر الزعل، ده غير ان ضغطها كان عالي جدا وحالتها كانت سيئة جدا. وقتها كنا عارفين ان ممكن يجرى لها حاجة. جوزي كان عمال بيعيط عليها، وساعتها قلبي وجعني لان افتكرت امي الله يرحمها، وكان صعبان عليا جدا ان حماتي تموت بالطريقة دي. وعلى قد ما هي ست جامدة، على قد ما هي ساعات بتكون حنينة، وده اللي مخليني كنت زعلانة عليها وقلقانة جدا، وزعلانة من سلفي ومن سلفتي على اللي عملوه قدامها، وكانوا عايزيني فعلا يموتوها. وعدى الوقت وانا فضلت جنب جوزي واخته علشان نطمن عليها، وقال وقتها انها هتقعد كام يوم في المستشفى. وساعتها انا قلت ان انا هقعد معاها، وفعلا كنت براعيها. دي حتى بعدها اتحسنت، ولقيتها وقتها كانت بتدعيلي
إن أنا واقفة جنبها. كنت عارفة إن بنتها حامل وتعبانة وما تقدرش إنها تقعد في المستشفى كتير، ده غير جوزها اللي كان صعب وكان لازم تقعد معاه لأنه بيتحكم فيها جامد جدا. وفي الوقت ده أنا اللي كنت بخدم حماتي، وكنت فعلا زعلانة عليها لحد لما رجعت بيتها. ساعتها كانت عمالة بتخرف طول الوقت، وطول الوقت كانت بتقول هنتقم منهم واكسر قلبهم زي ما كسروا قلبي. وساعتها لقيتها بتقولي انا عمالة بتكلم ما بتردش عليا ليه. ساعتها قلت لها هقول ايه بس؟ اللي عمل كده ده ابنك، ومفيش حاجة اسمها انتقام. هتنتقمي منه ازاي يعني؟ لقيتها بتقولي مالكيش دعوة، او انتي فكري معايا، كلميني وريحي قلبي بدل ما ادعي عليك انت كمان. قلت لها يا ستي وانا عملتلك ايه بس؟ ده انا ايدك ورجلك اللي بتمشي بيهم، انا نافعاكي واقفه جنبك، وده لاني بحبك بجد. لقيتها بتقولي طيب انا هديكي كل اللي تقولي عليه، هطلع لك مصروف 3000 جنيه في الشهر، وده عشان خاطر انت بتسمعي كلامي وتريحي قلبي. وقتها قلت لها بجد انا فرحانه قوي، مبسوطه جدا كمان، ده ابنك عمره ما اداني مصروف، ده غير ان هو بخيل جدا عليا. لقيتها بتقولي سيبك من ابني دلوقتي وفكري لي في حاجه تبرد قلبي، احسن انا قلبي مش مرتاح، حتى ابني مش مسامحاه وعمري ما هسامحه، عمري ما هغفر له اللي عمله معايا. انا متاكده ان مراته دي عامله له سحر، لما كانتش عامله له سحر ما كانش وقع على رجليها يبوسها قدامنا. ما هو عارف ان حركه زي كده ممكن تموتني من الغيظ، وان انا مش هقدر استحمل. معقول ابني يعمل كده؟ قلت لها تعالي بس معايا، ودخلت وقتها البلكونه، وقلت لها اقعدي وشمي هوا كده، وخدي قرار بالراحه وما تستعجليش علشان خاطر ما تندميش على حاجه تعمليها. لقيتها بتقولي انا فكرت كتير، فكره واحده بس هي اللي عماله تدور في دماغي، انا هحرق قلبها على ابنها اللي لسه والداه، زي ما حرقت قلبي على ابني اللي انا تعبت فيه طول عمري. قلت لها انت بتقولي ايه؟ هو ما يوصلش بصراحه كده الزعل للدرجه دي، الواد الصغير ماله؟ ذنبه ايه بس؟ لقيتها بتقولي تاني هتعرضيني؟ هي خلت ابني يخاصمني ويقاطعني، وعمره طبعا ما هيكلمني، ده كان بقاله 3 سنين ما بيكلمنيش، وما صدقت ان انا اقابله واشوفه، تيجي هي بعد المدة دي كلها وتحرق قلبي عليه. ساعتها قلت لها وبعدين بقى هقول ايه بس؟ لقيتها بتقولي هديكي 200,000 جنيه، هكتبهم لك واكتب لك بيهم شيك دلوقتي، بس على شرط هتصاحبي سلفتك وتعرفي تتكلمي معاها لحد ما تسرقي لنا المفتاح بتاع الشقة اللي فوق، وبعدين هندخل ناخد العيل، وانا بقى اللي هحرق قلبها عليه، هخلص عليه زي ما هي خلصت على المودة والحب اللي ما بيني وما بين ابني. في الوقت ده المبلغ اغراني، ومعرفش ازاي وافقتها على اللي هي عايزاه. وفي الوقت ده فعلا اتصاحبت مع سلفتي وفهمتها ان انا خلاص برضو مش بكلم حماتي، علشان سلفتي تأمن لي وتدخلني عندها. وفعلا وقتها سرقت المفتاح وساعتها خبيته، وبالليل كنت اتفقت مع حماتي، ده غير ان انا قلت لها على مواعيد سلفتي حتى مواعيد النوم بتاعتها. وفي الوقت ده دخلنا عندها وطبعا اخدنا الولد. بس وقتها بقى حماتي كانت طبعا خلت بيا وطلعت كدابة، وعشان كده ضميري صح واتصلت بجوزي وكمان سيلفي، ده غير ان انا دفعت عن الولد وقتها وكنت عايزه اخده منها، لكنها زقتني جوه الحفرة، وساعتها وقعت انا والولد، ولقيت الست دي كانت عايزه تدفننا احنا الاتنين. ولقيتها بتقولي غوري لان انت معاكي سري، معاكي سري كله. في الوقت ده فضلت اصرخ كتير لحد لما جوزي جه، وهو وقتها اللي اتفاجئ، اتصدم باللي هي بتعمله وطلعني انا والولد. وفي الوقت ده ما كنتش قادره امسك اعصابي، لكن حماتي وقتها جالها حاله هستيريه وبدات تصرخ ورا بعض. وفي الوقت ده سيلفي اتصل بجوزي لانه عمل حادثه على الطريق وما عرفش يجي. وفي الوقت ده لقينا حماتي بتترجانا ان احنا ما نقولش لحد ولا نفضحها على اللي هي كانت عايزه تعمله، وانها كل اللي كان وجعها ابنها اللي كان مقاطعها ومش عايز يكلمها. وفي الوقت ده جوزي كمان شرط عليا ان انا ما اقولش اي حاجه. سمعت كلامه وقتها وروحنا البيت وادينا الولد لسلفتي. وساعتها اقترحت على جوزي وحماتي ان احنا نسيب البيت كله ونسكن في بيت جديد وننسى كل اللي حصل. وساعتها فعلا حصل كده واخدنا بيت تاني، حتى حماتي ساعدتنا وجابت اجمل بيت. وقتها كنت انا اللي براعيها وحاولنا ننسى الماضي بكل اللي فيه لحد لما سيلفي جه وصالح امه، وساعتها الروح ردت فيها وبقت كويسه واحسن من الاول. من الطبيعي في الدنيا دي اننا بنغلط، لكن لازم نتعلم نصلح غلطنا من غير اذية غيرنا
علشان الحياة تحلى من غير مشاكل. لا عجبتكم. كنت واقفة برقص أنا وعريسي يوم خطوبتنا، وكنا فرحانين ومبسوطين جدا في وسط العيلة. بابا كمان كان عمال يبصلي بفرح، وأنا كمان الدنيا ما كانتش سايعاني. لكن في وقتها دخل اللي عمري ما كنت أتصور إن هو يجي. اتصدم جدا جوزي لما شافني بتخطب لواحد تاني، وإن أنا عايشة حياتي وكمان وبرقص مع عريسي. وساعتها قرب مني، وساعتها عمل مصيبة بجد. لكن النهاية اتغيرت تماما، والسبب في كل ده كنت سهرانة في آخر الليل بفكر لحل القضية اللي معايا، القضية اللي كانت شغلاني جدا ولازم ألاقي لها حل. خلاص الجلسة بكرة، والمتهم بتاعي محكوم عليه بالإعدام. ما كنتش عارفة ازاي هطلعه براءة. دخلت البلكونة من كتر ما أنا مخنوقة ومش لاقية أي حل. لكني وقتها اتفاجئت بسيلفي واقف مع واحد. الراجل ده أنا أعرفه كويس، أعرفه جدا كمان، والراجل ده من أبشع الناس اللي شفتهم في حياتي. اتصدمت جدا لما شفت سيلفي واقف معاه، واستغربت هما بيعملوا ايه مع بعض. ولقيته ركبوا العربية وكانوا بيتكلموا. وقتها كنت هتجنن واعرف هيعملوا ايه. واول لما اتحركوا بالعربية نزلت ركبت العربية بتاعتي بسرعة، وفعلا مشيت وراهم. فضلت ماشية وهما بعدوا جدا لدرجة ان هما وقفوا في حتة مقطوعة. كنت انا بعيد عنهم بشوية علشان محدش ياخد باله مني، لحد لما لقيتهم نزلوا من العربية وبدأوا يتكلموا مع بعض. لكن فجأة لقيت الراجل اللي اسمه سليمان ده طلع من جيبه حاجة وضربه بيها، وساعتها وقع سيلفي وكان غرقان في دمه. ساعتها ما قدرتش استحمل المنظر، لقيت الدموع عمالة تنزل مني. كنت خايفة جدا ان انا اصرخ او اعمل اي حاجة، كنت خايفة ان هما يحسوا بيا. وفي الوقت ده لاني كنت حامل ما قدرتش اتحمل، وساعتها لقيت نفسي بروح في دنيا تانية. حقيقي غبت عن الوعي، ما اعرفش ليه. لكني بعد فترة بدأت افتح عيني على صوت سمعته جنبي، واول لما فتحت عيني وبصيت له ساعتها اتخضيت جامد جدا. واللي حصل بعد كده بجد عمري ما كنت اصدقه ابدا. وده لما شفت سيلفي قدامي بيقول لي الحقيني ان انا بموت. هو انت بس جيتي هنا ليه؟ هو انت تعرفي سليمان؟ ساعتها قلت له هو انت اللي طلعت هنا ازاي؟ وايه اللي عرفك ان انا موجودة هنا؟ سليمان راح فين؟ لقيته وقتها غاب عن الوعي لانه كان عمال ينزف. ما عرفتش ساعتها اعمل ايه بالظبط، ارميه من العربية واعمل كأني ما شفتش حاجة، ولا اخده معايا واوديه المستشفى. بس انا كنت عارفة ان انا في مصيبة كبيرة مش عارفة اخرج منها ازاي. وفي الوقت ده فكرت في حاجة واحدة بس، ان انا انقذ حياته مهما كان ومهما كان بيعمل. وساعتها فعلا مشيت بالعربية ووديته اقرب مستشفى، وقلت لوقتها للمسعفين اللي اخدوه مني ان انا لقيته على الطريق وان انا معرفوش ومعرفش عنه اي حاجة. وساعتها فعلا سبته معاهم، واول لما طلعوه مشيت انا على طول بالعربية بتاعتي. كنت عمالة بعيط طول الطريق، ما كنتش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. مصيبة كبيرة وحلت عليا، ما كنتش عارفة كمان انا ممكن اعمل ايه بالظبط. قلت وقتها ان انا هروح البيت. بس اول وقتها لما دخلت المدخل بتاع العمارة اتصدمت لما شفت جوزي قدامي، ولقيته بيقول لي انت كنت فين؟ وايه اللي مشيكي ساعة الفجرية؟ كنت فين يا هانم؟ كنت مع مين طيب؟ ولا معقول تكوني لوحدك؟ ساعتها قلت له اديني فرصة اكلمك في حاجة انت مش عارفها ولازم تعرفها دلوقتي حالا. لقيته بيقول لي يعني انت هتعترفي لي بخيانتك ليا؟ ما انت اكيد كنت بتخونيني، امال انت كنت بره في الوقت ده ليه؟ اي حاجة هتقوليها انا عمري ما هصدقها، لان واضح جدا انت كنت فين وبتعملي ايه. وايه الدم اللي على هدومك ده؟ هدومك كمان باين عليها متوسخة. يا ترى بقى كنت بتخونيني على الارض ولا فين بالظبط؟ وقتها الكلام نزل عليا زي الصعقة، ما كنتش مصدقة نفسي ان الوحيد اللي حبيته في الدنيا دي كلها يعمل معايا كده. في الوقت ده قلت له اخرس واسمع للاخر، اخوك مرمي في المستشفى مضروب كمان، في واحد كان هيخلص عليه، وده من اخطر المجرمين، واحد قتله وبيبيع ممنوعات، وانا اعرف عنه كل حاجة. ده من خلال القضايا
القضية اللي انا كنت بترافع فيها وشفته هناك في المحكمة، علشان ما تقولش عليا كلمة غلط. روح يلا اقف جنب اخوك وشوف هتطلعه منها ازاي، لان اخوك وقعته سودا، ده واقع في مشكلة كبيرة جدا انت ما تتخيلهاش. ساعتها اتصدم من الكلام اللي قلته له، وانا وقتها طلعت على شقتي، كنت عمالة بعيط. كل كلمة قالها جوزي كانت بتوجعني، وعمري ما صدقت في حياتي اني اسمع منه هو بالذات كلام زي ده، لاني عمري ما عملت حاجة غلط. وحتى لو انا غلطت ونزلت في وقت متأخر بالطريقة دي، ما كانش ينفع برضو يكلمني كده. وافتكرت وقتها الجلسة اللي عندي الصبح، وكان لازم طبعا نركز فيها. فضلت اقرا في الاوراق بتاعة القضية علشان اطلع المتهم براءة، وده طبعا لو حصلت معجزة. وفضلت سهرانة ساعتها لحد الصبح، لحد ميعاد الجلسة. رحت وقفت قدام القاضي وقلت كل اللي يملاه عليا ضميري بالنسبة للمتهم اللي كان فعلا بريء. وساعتها قلت له أرجوك تسمعني حضرة القاضي، وأنا هقول المرافعة بتاعتي، وحضرتك ليك مطلق الحكم، لأن المتهم عزت عبد السلام مظلوم، مظلوم، وما راحش أصلا الشركة اليوم ده علشان يخلص على الأمن هناك ويسرق الفلوس. وفي أكتر من دليل على كده. أي نعم مفيش شهود إن هو كان في مكان تاني وقت الحادثة، بس برضه أنا معايا دليل تاني، دليل يطلعه براءة، ودي روشتة الدكتور كان مكتوب فيها الساعة والتاريخ. وده اللي كان مش عايز يقوله المتهم يعني، لأنها حاجة محرجة. هو كان عند دكتور جلدية وتناسلية، لأن عنده مشكلة يعني في مناطق خاصة بيه، فما قدرش يقول كده لأنه كان هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لعيلته. لأنهم متحفظين جدا، فده عاره ما ينفعش الراجل يكون تعبان في حتة زي كده. وعشان كده أخفى الروشتة دي اللي هي المفروض دليل براءته. أنا ترددت كتير عشان أطلع ورقة زي دي وأقول الحكاية دي زي ما حصلت، بس أنا كان لازم أقف قدام عليك بمنتهى الضمير وأقول كل حاجة حصلت بالتفصيل علشان الحكم يرضي ربنا في الآخر. وساعتها قدمت كل الأوراق وطلعت بره، لأن كان لازم أستنى على الحكم. كنت وقتها مش قادرة أتحمل كل اللي حصل لي، وكأني كنت في حلم كبير قوي مش عارفة أتصرف فيه. الغريبة إن أنا كنت زعلانة وغضبانة جدا من جوزي، وما كنتش عارفة أكلمه وأقول له مثلا أخوك عمل إيه، ولا إيه اللي حصل مع أخوك، ويا ترى هو كويس وعايش على وش الدنيا ولا لأ. بس ساعتها سكت وكنت مركزة في القضية بتاعتي، لحد لما أخيرا القاضي حكم، وحكم فعلا بالاطلاع على الأوراق. وساعتها قبلوا الاستئناف بتاع الحكم، وكنت فرحانة وقتها لأن دي حاجة عاملة زي البراءة، زي البراءة بالظبط، لأن يعتبر كده حكم الإعدام ملغي لحد ما نشوف الحكم الجاي. كنت فرحانة جدا وقتها، لكن اللي نكد عليا إن افتكرت اللي حصل معايا قبلها بيوم، وعشان كده رحت المستشفى علشان أشوف إيه اللي حصل. وهنا كانت صدمتي لما رحت ولقيت جوزي بيقول لي تعالي ادخلي عشان أخويا عايزك، لأني مش هسيبك. اللي عملتيه فيا صدقيني هدفعك تمنه أضعاف من عمرك كله، ده غير الفضايح اللي عملها لك، ده غير حقي اللي لازم اخده منك تالت ومتلت، ومش هسيبك أبدا. ما كنتش فاهمة جوزي بيتكلم على ايه، بس أنا فعلا كنت عايزة أشوف أخوه علشان أعرف هو عايش ولا ميت، وكمان عشان يقول لجوزي إن هو كان غلطان وإن هو ظلمني في كل كلمة قالها. لكن أنا لما دخلت عنده كانت صدمتي بجد لما لقيت أخوه فاق، وساعتها قال أنا هحكي الموضوع قدامك ومش هتكسف يا أسامة. بصراحة كده مراتك اتصلت بيا آخر الليل ولقيتها بتقولي أنا مستنياك في العربية، انزلي عشان عايزاك أكلمك في موضوع. أنا وقتها كنت مستغرب منها ومش عارف هي عايزة مني إيه، لكن نزلت وسمعت كلامها. أنا افتكرت إن في مشكلة مثلا أو في حاجة. المهم إن أنا نزلت لها العربية وقعدت معاها جوه العربية، بس هي قبل ما تتكلم مشت وودتنا على مكان مقطوع أنا وهي، وبدأت تتكلم إنها حاسة بمشاعر كتير من ناحيتي وإنها بتحبني من زمان. وبصراحة كده يا أسامة أنا فعلا كنت أعرف مراتك من قبل ما أنت تتجوزها، بس ما كنتش أعرف يعني إنها بعد ما تتجوزك هتحس برضو مشاعر ناحيتي. المهم يعني إن أنا حاولت أقول لها إن ده كده عيب وإنه ما يصحش، وإنها مرات أخويا في الآخر،
وإنه ما يصحش يحصل حاجة زي كده ما بينا، لكنها قربت مني وبدأت تحضني. وأنا بقى مش عارفة أنا كنت أعمل إيه. ما كنتش عارفة أتصرف بجد، لحد لما لقيت حد خبط علينا في العربية. ولما طلعت عشان أتخانق معاه، لأنه كان فاكر إنها واحدة من إياهم، وقتها طلع حاجة وضربني بيها. وعشان كده أنا اتصبت بسببها هي، وهي كانت السبب. كل ده أنا كنت واقفة مصدومة. واللي صدمني أكتر إن لقيت جوزي بيمسكني من شعري، ولقيته بيقولي مش هسيبك. أنا تخونيني؟ أنا تعملي كده معايا؟ ومع مين؟ عايزة تجيبي رجل أخويا؟ أنا عمري ما هسامحك أبدا. هفضحك وهبهدلك وهاخد حقي منك، ومش هسيبك أبدا. كنت عمالة بعيط وقتها، لأن أنا ما كنتش مصدقة كل اللي بيحصل. وساعتها هربت منه بالعافية. أيوة، مشيت من المكان وأنا عمالة بجري. كنت مرعوبة جدا ومش عارفة هيعمل فيا إيه، وكنت موجوعة من الظلم اللي اتظلمته. ومشيت وقتها بالعربية، وكنت ماشية على سرعة عالية جدا. كنت عايزة أروح لبابا بأي طريقة علشان يشوف لي حل ويقف جنبي في المشكلة اللي أنا فيها. لكني وقتها ما كنت شايفة قدامي، لدرجة إن أنا عملت حادثة واتخبطت جامد جدا بالعربية. وساعتها حسيت نزيف بينزل عليا، وعرفت وقتها إن أنا بجهد. وساعتها ما قدرتش أستحمل. وساعتها وأنا العربية واقفة، واحد جه وسألني فيه إيه علشان الحادثة. لكني وقتها قلت له إن هو يتصل ببابا، واديته رقم تليفونه. وبعدها من كتر التعب وإن أنا استنيت بابا، طبعا أغمى عليا علشان النزيف. وبعدها لقيت بابا جه ونقلني المستشفى، ولقيته بيقول لي معلش يا حبيبتي، ربنا يعوض عليكي وتخلفي بعدها توائم كتير قوي يفرحوا قلبك. الحمد لله على كل شيء. انا عايزك تكوني راضيه وتقولي الحمد لله. وقتها قلت له الحمد لله من كل قلبي يا بابا. الحمد لله ان البيبي ده نزل، وان انا اصلا ما كنتش عايزاه. بابا اتصدم وقتها وقال لي ازاي بتقولي كده؟ انا مش مصدق نفسي. بقى انت بنتي؟ بنتي اسمت؟ انا مستغربك قوي، ازاي بتقولي كده؟ قلت له لان انا اكتشفت ان انا متجوزه واحد عباره عن شيطان، واخوه زيي بالظبط، ناس غدارين وما ينفعش اكمل معاهم. صدقني يا بابا، انا اتجرحت منهم جدا، والحمد لله ان مفيش اي حاجه هتربطني بيني وبينهم طول العمر. وبدات احكي لبابا كل حاجه حصلت معايا، وكل كلمه اتقالت لي بمنتهى الظلم. وقتها بابا زعل عليا جدا، وفضل يحلف ان هو مش هيسيب حقي. لكني وقتها قلت له، وكنت وقتها بفكر ازاي هثبت حقيقة اللي حصل. ومكانش قدامي غير الكاميرات اللي كانت عند العمارة اللي جابته وهو واقف مع سليمان. وجابت الكاميرات ان انا اصلا نزلت بعديهم، والحاجة الوحيدة اللي ما قدروش يتخلصوا منها هي الكاميرات، على الرغم ان البواب ساعتها اختفى، ما كانوش عارفين يجيبوه. فضلت افكر كتير قوي في القضية دي، وبما ان انا محامية كان لازم احلها. وفعلا قدمت كل اوراق القضية، وكنت وقتها اخدت التسجيلات بتاعت الكاميرات، وده بحكم من النيابة ذات نفسها، لان طبعا البواب اختفى. وقتها عرفت ساعتها اثبت ان انا ما كانش ليا اي علاقة بكل اللي حصل، وان كل اللي اتقال لي كذب. وعرفت طبعا ارفع عليه قضية طلاق، وطبعا بسبب اللي حصل اتحكم لي فيها بسرعة جدا. وكنت مبسوطة قوي اني خلصت منهم كلهم، وبدأت اتعافى وقتها بشغلي، لاني فضلت مستمرة في القضية بتاعت عزت. وفعلا بعد مدة طلعت براءة، وساعتها كنت فرحانة بيه جدا، فرحانة ان انا نجحت في اهم قضية في حياتي، اللي نقلت لي نقلة تانية خالص، لاني ساعتها بقيت مشهورة جدا وكسبت القضية. وساعتها وبعد مدة لقيت عزت هو اللي بيتقدم لي، وساعتها كنت مبسوطة جدا، لاني انا كمان كنت مبسوطة جدا بيه، وعارفة ان هو انسان كويس. وفعلا عملنا خطوبتنا، وكنت عمالة برقص وفرحانة جدا، لحد لما اتفاجئت ودخل عليا وقتها أسامة، اللي اتصدم لما لقاني بتخطب ونسيته واتخطيته. وساعتها كان عاوز يخلص عليا، لكن عريسي طبعا هو اللي منعه، وطبعا مسكوه وسلموه للشرطة، وكانت قضية كبيرة عليه. في الوقت ده كنت فعلا اتخطيته، وكمان حضرنا للجواز أنا وعريسي، وكنت مبسوطة جدا إن ربنا عوضني. اوعى تزعل على أي اختيار سيء ليك، ده مهما كان ربنا موجود، وربنا عالم بقلبك وضميرك، وهو دايما في الآخر اللي هيكتب لك كل الخير
ويبعد عنك أي شر. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة